أهلا بيكم يا حلوين. النهاردة معانا رحلة استكشاف ممتعة جدا. أهلا بيكم يا أبطال. هنتعلم فيها إزاي نقرأ رسمة بيتنا ونعرف طريقنا في أي حتة. زي المغامرين الشاطرين بالظبط. زي المغامرين. مستعدين نبدأ؟ بالظبط كده، هنبص على شوية صور زي اللي بنشوفها في كتاب المدرسة، تمام. وهنفهم مع بعض كل حاجة خطوة بخطوة، حتة حتة. إن شاء الله. هدفنا نعرف أكتر عن الأماكن اللي حوالينا وإزاي إزاي نوصفها. يا سلام، يلا بينا نشوف إيه الأسرار اللي مستنيانا النهاردة. يلا بينا. أول حاجة هنكتشفها مع بعض هي رسمة البيت من فوق. اللي بنسميها مخطط البيت. مخطط البيت بالظبط. عارفين يعني إيه مخطط؟ يمكن كلمة جديدة شوية؟ ممكن. يعني كأننا مثلا راكبين طيارة كده وبنبص على بيتنا من السماء. بنشوف شكله كله من فوق. بالظبط، نشوف الأوض فين والمطبخ فين، كأنها رسمة. تمام. بصوا معايا كده يا شطار على أول صورة اللي هي مخطط 1. تمام. دي رسمة بسيطة قوي البيت. شايفين الأشكال اللي جوه دي؟ أيوة، في مربعات ومستطيلات. صح. كل شكل من دول بيمثل مكان جوه البيت. يعني أوضة مثلا. أوضة أو مطبخ أو حمام. كل حتة في البيت ليها مكان في الرسمة. طيب تيجوا نعد مع بعض الأماكن اللي في الرسمة دي. نعد بالراحة كده سوا. يلا نعد. في أوضة نوم، تمام؟ تمام. وفي أوضة تانية للضيوف اسمها استقبال. أوضة استقبال. وفي مطبخ بنعمل فيه الأكل. أكيد. وحمام. صح. وحتة صغيرة بره بنقعد فيها في الهواء اسمها شرفة أو بلكونة. بلكونة، زي البلكونة بتاعتنا. بالظبط. يبقوا كام مكان دول؟ نعد تاني. نعد تاني عشان نتأكد. 1 أوضة النوم. 2 الاستقبال. 3 المطبخ. 4 الحمام. 5 الشرفة أو البلكونة. 5. 5 أماكن. ممتازين، شاطرين قوي. شاطرين خالص. طيب سؤال كمان للناس المركزة بقى، نسأل. مين الأكبر في الرسمة دي؟ واخد مكان أوسع. في أماكن شكلها مش قد بعضها. بالظبط. مين أكبر، أوضة الاستقبال ولا أوضة النوم؟ بصوا كويس كده على الرسمة. لو بصينا كويس أعتقد أوضة الاستقبال شكلها أكبر شوية، صح؟ أيوة، باين قوي إنها واخدة مساحة أكبر. يبقى المخطط ده، الرسمة دي بتورينا كمان حجم كل مكان حامل إزاي. تمام. مش بس بتقول لنا إيه الأماكن، لأ، وكمان مين أكبر ومين أصغر. وفي فكرة كمان، ممكن نستخدم الألوان عشان نخلي الرسم أوضح. زي ما هو مطلوب في النشاط في الكتاب. بالظبط. بيقولوا مثلا نلون أوضة الاستقبال بالأحمر، والمطبخ باللون الرمادي. والبلكونة الصغيرة دي الشرفة بالأزرق. يبقى كده الرسمة بقت واضحة أكتر بالألوان. يبقى المخطط ده زي خريطة صغيرة للبيت، بتعرفنا كل تفاصيله. بالظبط، خريطة للبيت. فهمنا كده يعني إيه مخطط بيت؟ أعتقد كده وضحت. طيب ولو بصينا على الصورة اللي تحتها اللي هي مخطط 2، أيوة. هنلاقي بيت تاني بس مرسوم فيه تفاصيل أكتر شوية. ده في كراسي والسرير كمان. صح. رسموا كمان العفش اللي جوه. بس المهم إن الفكرة الأساسية واحدة. إيه هي الفكرة؟ إن المخطط هو رسمة للبيت من فوق بتوضح الأماكن اللي جواه. تمام. رسمة البيت من فوق. طيب سؤال مهم بقى نفكر فيه سوا. إيه هو؟ ليه أي بيت أو أي أوضة في البيت لازم يكون فيها شباك وباب؟ سؤال حلو. ليه لازم فيه باب وشباك؟ نفكر مع بعض. الباب عشان إيه؟ عشان نعرف ندخل ونخرج منه. بالظبط، سهلة دي. طب والشباك، الشباك فايدته إيه؟ الشباك. فكروا كده، بنفتحه ليه؟ عشان يدخل هواء. يا سلام عليك، عشان يدخل لنا الهواء النظيف اللي بنتنفسه. ده مهم قوي. صح. وكمان عشان حاجة تانية مهمة جدا بتدخل من الشباك. حاجة تانية؟ إيه هي؟ النور. نور الشمس الجميل. الشمس بتدخل من الشباك وتنور الأوضة. بالظبط، بتنور لنا البيت وتخليه صحي ودافي. يبقى الهواء والنور دول مهمين قوي هوي. فعلا. يبقى الشبابيك والأبواب مهمة لإيه؟ عشان تدخل الهواء والنور. ممتازين. قولوا تاني معايا. للهواء والنور. للهواء والنور. شاطرين. طب لو حبينا بقى نعمل لعبة حلوة وإحنا اللي نرسم مخطط لأوضتنا، أوضتي أنا مثلا. دي فكرة جميلة قوي. نعمل إيه بقى؟ هي صعبة ولا سهلة؟ لأ، سهلة خالص خالص. دي لعبة سهلة وجميلة. طيب إزاي؟ أول حاجة نجيب ورقة وقلم ماشي. ونرسم شكل الأوضة كأننا باصين عليها من فوق زي ما اتفقنا.
يعني غالباً هتكون مربع أو مستطيل. تمام، نرسم الإطار الخارجي يعني. بالظبط، دي أول خطوة. تاني حاجة، نفتكر كده مكان الباب والشباك في أوضتنا فين، ونرسم لهم علامة صغيرة على الخط اللي رسمناه ده. يعني نرسم مكان الباب ومكان الشباك. أيوة. تالت حاجة، لو الأوضة مثلا فيها حتة داخلة لجوه أو متقسمة، نرسم خط عشان نبين التقسيمة دي لو في تفاصيل يعني. لو في. رابع حاجة، نكتب اسم المكان جوه الرسمة، يعني نكتب أوضتي مثلا. حلو قوي. خامس حاجة، ودي أحلى حاجة، ممكن نلونها بقى بالألوان اللي بنحبها. يا سلام. وما ننساش حركة صغيرة كده، نرسم علامة شمس حلوة بره الرسمة عشان نفتكر إن الشمس بتدخل أوضتنا من الشباك. فكرة جميلة دي. يبقى الخطوات إيه؟ نقولهم تاني بالراحة؟ نقولهم تاني. أولاً نرسم شكل الأوضة من بره. تانياً نحدد مكان الباب والشباك. تالتاً نرسم أي تقسيمات لو فيه. رابعاً نكتب اسم المكان. خامساً نلون. وسادساً نرسم الشمس بره. تمام، 6 خطوات سهلة. عرفنا الطريقة؟ ممكن نجربها بعدين. هايلين. طيب، كده عرفنا يعني إيه مخطط بيت، وعرفنا إزاي نقراه، وإزاي حتى ممكن نرسمه. الحمد لله. نيجي بقى للحاجة التانية المهمة قوي قوي في رحلتنا النهاردة. اللي هي إيه؟ الاتجاهات. الاتجاهات. كلمة مهمة دي. يعني إيه بقى اتجاهات؟ الاتجاهات يعني إزاي نعرف طريقنا. إزاي يعني؟ يعني نعرف نمشي يمين ولا شمال، نروح قدام ولا نرجع لورا، نعرف فين الشمال وفين الجنوب وفين الشرق وفين الغرب. ال4 كلمات دول بسمعهم كتير: شمال، جنوب، شرق، غرب. بالظبط، دول أهم حاجة. ودلوقتي في حاجات بتساعدنا نعرف الاتجاهات دي بسهولة قوي، زي إيه؟ زي اختراع كده اسمه البوصلة الرقمية. بوصلة رقمية؟ أيوة، رقمية يعني بتشتغل بالتكنولوجيا الحديثة بالكهرباء. ممكن نلاقيها فين دي؟ فين؟ ممكن نلاقيها على موبايل بابا أو ماما، في الموبايلات يعني. أو في ساعات معينة كمان بتبقى موجودة فيها، زي اللي في الصورة اللي قدامنا دي. بتظهر لنا الاتجاهات على شاشة كده بتخلينا نعرف الاتجاه بسرعة يعني؟ بسرعة وسهولة. طيب إيه هي الاتجاهات دي أصلاً؟ حضرتك قلتي 4 مهمين هم الأساس. بالظبط، بنسميهم الاتجاهات الأصلية. الأصلية. هم 4 أساسيين لازم نحفظهم كويس قوي. إيه هم؟ فوق دايماً في أي خريطة أو أي رسمة بنلاقي اتجاه الشمال. فوق يبقى شمال، بالظبط. وتحت عكسه على طول بيكون اتجاه الجنوب. تحت يبقى جنوب. تمام. طب على إيدينا اليمين اليمين بيكون اتجاه الشرق. الشرق ده اللي الشمس بتيجي منه الصبح بدري. الشمس بتشرق من الشرق. شاطر. وعلى ايدينا الشمال بيكون اتجاه الغرب. الغرب اللي الشمس بتروح ناحيته بالليل. الله ينور عليك، بالظبط كده. يبقى نقولهم تاني مع بعض. نقولهم تاني: فوق، شمال، شمال، تحت، جنوب، جنوب، يمين، شرق، شرق، شمال، ايدنا الشمال يعني، غرب. غرب، كمان مرة أسرع شوية: شمال، جنوب، شرق، غرب. شمال، جنوب، شرق، غرب. دول اسمهم الاتجاهات الإيه بقى؟ الأصلية. الأصلية. ممتاز. الله. طب هم ال4 دول بس ولا في تاني؟ سؤال حلو. لا، في كمان اتجاهات تانية بس مش أساسية قوي زيهم، بنسميها الاتجاهات الفرعية. فرعية؟ يعني ايه فرعية؟ كلمة فرعية يعني جاية في النص بين الاتجاهات الأصلية الكبيرة اللي قلناها. يعني بين الشمال والشرق مثلا؟ بالظبط. لو بصينا بين الشمال وبين الشرق، في اتجاه في النص كده بنسميه إيه؟ بنلزق الاسمين في بعض: شمال شرقي. شمال شرقي. طيب بين الشمال وبين الغرب يبقى اسمه إيه؟ يبقى شمال غربي. شاطر جدا، شمال غربي. طب ننزل تحت بقى: بين الجنوب وبين الشرق. يبقى جنوب شرقي. هايل. وآخر واحد: بين الجنوب والغرب. جنوب غربي. بس كده، هم دول الاتجاهات الفرعية ال4. بيبقوا فين؟ بين الاتجاهات الأصلية. بالظبط، جايين في النص بينهم. عرفناهم كده؟ تمام، يبقى في أصلية وفي فرعية. صح كده. طيب لو إحنا بقى مش معانا بوصلة خالص، لا رقمية ولا غيره، نعمل إيه عشان نعرف مثلا فين الشرق وفين الغرب؟ نفكر. في حاجة بنشوفها كل يوم الصبح وبالليل ممكن تساعدنا. كل يوم. الشمس. يا سلام عليك، الشمس طبعا. الصبح بدري قوي أول ما نصحى من النوم بنشوف الشمس طالعة منين؟ من ناحية واحدة دايما. الناحية دي هي إيه؟ الشرق. بالظبط، دايما بتطلع من الشرق. طب وآخر النهار لما الشمس بتيجي تمشي بقى وتغرب بتروح فين؟ بتروح الناحية التانية. الناحية التانية دي هي إيه؟ الغرب. غرب.
تطلع منين؟ من الشرق وتروح فين؟ ناحية الغرب. شاطرين خالص. جميل قوي. طب والبوصلة العادية بقى القديمة شوية، مش اللي على الموبايل؟ اللي فيها إبرة بتلف دي. أيوة، الإبرة دي بيقولوا إنها بتشاور على اتجاه واحد بس على طول مهما حركنا البوصلة. صح جدا، معلومة مهمة دي. يا ترى إيه الاتجاه ده؟ الإبرة اللي في البوصلة العادية دي، اللي غالبا بيكون لونها أحمر أو مميزة، دايما تلف وتفضل في الآخر تشاور على اتجاه واحد بس، هو الشمال. دايماً بتشاور على الشمال. دايما على الشمال. أصل الإبرة دي جواها قوة زي المغناطيس كده اللي بيلزق في الحديد. المغناطيس. القوة دي بتخليها تعرف مكان الشمال لوحدها وتلف وتشاور عليه، عشان كده بيسموها إبرة مغناطيسية. إبرة مغناطيسية. يبقى إبرة البوصلة بتشاور فين دايماً؟ على الشمال. ممتازين. طب سؤال بقى، زمان قوي قبل الموبايلات والبوصلات والاختراعات دي كلها. أيام جدودنا يعني. بالظبط. الناس الكبار اللي كانوا بيسافروا مسافات طويلة في الصحراء أو في البحر كانوا بيعرفوا طريقهم إزاي؟ ما كانش فيه الكلام ده. كانوا شاطرين قوي وأذكياء جدا. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيستخدموا ذكائهم والحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها حواليهم. زي إيه؟ بالنهار كانوا يبصوا لإيه؟ للشمس. بالظبط، زي ما اتفقنا يعرفوا منها الشرق والغرب. طب وبالليل؟ لما السما تبقى ضلمة ومفيش شمس، يعملوا إيه بالليل؟ كانوا يبصوا لفوق للسما. هيلاقوا إيه في السما بالليل؟ نجوم. يا سلام، النجوم. في نجوم معينة كده كانوا حافظين شكلها ومكانها كويس قوي. حافظين النجوم؟ وعارفين إن النجوم دي أو المجموعة دي من النجوم بتدلهم على اتجاه الشمال أو الجنوب. فكانوا يمشوا ورا النجوم دي ويعرفوا طريقهم. شفتوا إزاي كانوا بيستخدموا الشمس بالنهار والنجوم بالليل؟ كانوا أذكياء فعلا. جدا، بيستخدموا الطبيعة اللي حواليهم. وبكده رحلتنا التعليمية اللذيذة النهاردة تكون قربت تخلص. قضينا وقت ممتع قوي. تعلمنا سوا يعني إيه مخطط للبيت وإزاي نفهمه وممكن كمان نرسمه. صح؟ وعرفنا كمان الاتجاهات الأصلية والفرعية. بالظبط. عرفنا إن المخطط ده عامل زي خريطة صغيرة للبيت بنبص عليها من فوق. تمام. وعرفنا أهمية وفايدة الشبابيك والأبواب عشان تدخل لنا الهواء والنور. الهواء والنور مهمين قوي. وعرفنا كمان الاتجاهات الأربعة المهمة: شمال وجنوب وشرق وغرب. وعرفنا الاتجاهات الفرعية اللي بينهم. واكتشفنا ازاي البوصلة والشمس وكمان النجوم زمان كانوا بيساعدوا الناس يلاقوا طريقهم. صح كده. طيب فكروا بقى في حاجة كده لحد المرة الجاية. إيه هي؟ المرة الجاية لما تكونوا مع حد كبير، بابا أو ماما أو أي حد، وماسك الموبايل فاتح خريطة أو بيستخدم البوصلة، حاولوا تبصوا معاه وتشوفوا يا ترى فين الشمال حواليكم وفين الشرق. جربوا كده تحددوا الاتجاهات. فكرة حلوة قوي. أو ممكن تلعبوا اللعبة اللي اتفقنا عليها وتجربوا ترسموا مخطط أوضتكم وتفرجوه لبابا وماما وتقولوا لهم الخطوات. يا ترى ممكن نعمل إيه كمان لو عرفنا الاتجاهات كويس قوي؟ ممكن نعمل إيه؟ مش ممكن نوصف بيتنا لأصحابنا أسهل لو عرفنا نقول لهم يمشوا شمال ولا يمين؟ صح. أو ممكن نستكشف أماكن جديدة حوالين بيتنا وإحنا عارفين طريقنا كويس؟ ممكن. فكروا فيها كده لحد ما نتقابل تاني ونتعلم حاجات جديدة وممتعة أكتر. شكرا لكم يا حلوين وإلى اللقاء. مع السلامة يا أبطال.